صلي وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحب صابر من قناه ذا بيست فود. تعالوا نعمل كده معجنات عبقريه لذيذه وسريعه للمدارس، هتنفعكم قوي. عندي كيلو من الدقيق، بما ان كل حاجه غليت يعني فنعمل لهم حاجات في البيت. وعندي كيس بيكنج باودر او معلقه كبيره، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقه كبيره من القرفه، وتقدري تشيل القرفه بس يعني انا حباها في العجينه هتدي نتيجه هايله. ومعلقتين من السكر ورشه ملح بس كده. طبعا متاكده من الخميره بتاعتي، والا ما كنتش حطيتها على طول، كنت عملت لها اختبار الخميره. وهبدا بس كل اللي انا هعمله ان انا هنزل عندي بكوبايه من السمنه البلدي. تمام، دي كوبايه من السمنه البلدي. تمام كده، لان انا مش هحط ولا حليب ولا زبده ولا هحط بيض ولا الكلام ده كله. خلاص، وهبدأ بقى ألم العجينة بشوية مية دافية، لازم ضروري تكون دافية عشان الخميرة تتفاعل، شوية بشوية شوية بشوية لحد ما تبص تلاقي عندك العجينة اتلمت ونطفت وسابت البولة هي نضيفة. بعد ما تفضلي تدلقي مية هتلاقيها لمت معايا. الكيلو حوالي بياخد تقريبا من كوبايتين ونص ل3 الا ربع من السوائل. هلمها بقى كده ونشوف هنعمل ايه تاني. لازم يا جماعة المية تكون دافية. هي العجينة معايا ابتدت ان هي تتلم وسابت البولة، ولازم تتعجن مش اقل من 7 دقايق. بص العجينة عاملة ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ مع اني ولا مستخدمة حليب ولا مستخدمة زبدة ولا اي حاجة. هبدأ بقى دلوقتي ان انا هنقلها بس في بولة تانية عشان اغسل طبعا العجين كالعادة انتوا عارفين. واغطيها بستريتش راب واسيبها في مكان دافي تختمر وارجع لكم. اللهم بارك. العجين اختمرت وزي الفل. نديها بقى البوكس المتين، وهبدأ بقى اعملها كور صغنطوطة كده زي ما هنشوف ان شاء الله. عملوا كمية حلوة وبغطي. طبعا انا عاملاها كبيرة، تقدري تصغري لو حابة. ببدأ بقى من اول واحدة انا عملتها كورتها، وبغطي الباقي. ضروري تغطي بقى عشان وشه ما ينشفش. تمام، وهبدأ بقى كده بالنشابة ان انا اعملها بشكل مستطيلي شوية، رشة من الدقيق، وابدأ بقى افردها بشكل مستطيلي شوية. بعد ما فردتها بقى هبدأ بقى احط الحشوة دي. بطاطس مهروسة على فلفل حامي، وتقدري بقى تحطي معلقة زبدة، طبعا رشة ملح وفلفل اسود. البطاطس المهروسة العادية بتاعتنا بس طعمها جنان، وحط عليها طبعا كركم. تمام، وهبدأ بقى كده ان انا احشي. طلعت مشطشطه عليهم فانا حطها لهم في مخبوزات، ما بنرميش حاجه. طب هتقولي لي انت حاطه قرفه، عايزه اقول لك ان القرفه مع البطاطس حلوه جدا، وتقدري كمان تعمليها حلو. هنشوف دلوقتي مع بعض. تمام، هبدا بس كده ان انا احط كده واقوم مقفله عليها كويس جدا. وحاولي ما تكتريش برضو الحشو قوي. تمام، حطينا وقفلنا. اضغطي عشان هي بتختمر، ما تطلعش البطاطس منها. وهجيب سكينة عندي. تمام، وهبدأ ان انا اقوم اديها بقى التخطيطة الحلوة بتاعتنا. هبدأ اديها بقى كده تشريحات. تمام، ممكن تديها كده بالعرض او بالطول، وتقومي لفة الرول عليها. تمام، تقلي ايدك بس كده. ممكن تديها بالعرض كده او ممكن تعملي خطوط بالطول. انا هعمل كده وهعمل كده، وهبدأ ان انا الف عليها عشان بس لمجرد ان هي هتبدأ تديها شكل. تمام، بس التقطيعة بتاعتك يعني قطعيها خالص، وارجعي بقى قفلي عليها من تحت. اوريك واحدة تانية لو دي ما بنتش معانا قوي. اوريك واحدة تانية كده. بجيب ادي عندي الكورة. تمام، ملمسها حلو قوي. هبدأ افردها بالنشابة. بصوا، فردت واحدة، حشيت وبدأت كده. عملتها بقى بالعكس هتطلع تدي نتيجة احسن. اعمليها كده بالطول على طول بس كده. وقفلي عليها بقى كويس جدا، اللي هي مجرد بس ان هي بتدينا شكل. بصوا الشكل ده بتبقى حلوة قوي. خلاص، والتقفيله بتبقى من تحت. بحطها في صينيه مش مدهونه اي حاجه. هعمل بقى كل الكميه وارجع لكم. اهو معايا اختمر بقى زي القمر. هبدا بقى دلوقتي كل اللي انا بعمله ان انا بحط زي ما قلت لكم خليط الدهان. ده عباره عن عباره عن معلقه من السكر مع معلقه زيت مع معلقه ميه بس كده. باكد عليكم تاني، واقوم حاطه بقى القمر ده
حبة البركة، سمسم، ايا يكن اللي انت عايزاه. خلاص هخلص بقى كلهم وبدخله الفرن. دلوقتي انا مولعاه بقى له 10 دقايق على اعلى درجه حراره. بتنقلي الشبكه في الرف الاقرب للارضيه. خلاص بتاخد يا الرف الاقرب للارضيه لو فرنك مش حامي قوي، او في الرف اللي تحت الشبكه على طول لو فرنك حامي على درجه حراره 200، او نقول درجه حراره يعني 200، ولا هي عاليه قوي ولا هي منخفضه قوي. 200 حلو قوي لانهم تختخ مقلبص كده عامل زي الباتيه عشان يستوي معانا. اول ما يستوي نرش عليه بخاخ ميه، بختين كده ميه او نفس الخليط اللي انا عاملاه ده، وبنغطيه 5 دقايق واوريه لكم في الاخر عامل ازاي. بصوا الجمال بقى، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. شايفين يا جماعه؟ بصي طالما بتضغطي، بصي شايفه الطراوه بتاعته؟ شايفين يا جماعه الطريقه قد ايه؟ بصوا، ولا تقولي لي بقى فين ولا تقولي لي اي حاجه. تعالوا نفتح كده واحده مع بعض. بصي بقى عامل زي الخليه. بصي مفرغ ازاي؟ شايفين التفريغه يا جماعه؟ شايفين الجمال؟ بجد بجد تحفه 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 تحفه، يعني من هنا لبكره. لذيذ قوي. تقدري طبعا تفرزيه اول ما يهدى خالص، على اكياس على الفريزر على طول. تطلعيه قبلها ب5 دقايق وبألف هنا وشفا. ده بقى بصي بيخدمني في كل حاجه. في المدارس خدمني، ولاد رايحين تمرين هتبص تلاقي نفسك ولسه ما عملتيش اكل، حط لهم 2 3 كل واحد ويلا توكلوا على الله. رايحين درس، رايحين، بصوا يعني بجد انجاز 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 وجميل جدا. واللون ده واخده بس يا جماعه من الميه بسكر زيت اللي قلت لكم عليه. طبعا لو صفار في بيت بيدي لون اكتر من كده، بس بصراحه خطير وطري. ولو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه زابست فود، وشكرا. على فكره في صينيه تانية كان فيها 6 كده تقريبا او 8. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.